هناك من يكفرون بالجملة، هل يجوز التكفير بالجملة؟ تكفير بالجملة يعني كأن نطلق على قوم ما قوم بأنهم كافرون، على أمة في ما كتب بأنها أمة العقيدة كافرة، كلها. على شعوب أخرى نعم نعم. بأنها كافرة. كل كتب العقيدة كلها ما لا أعلم خلافا أبدا أنه لا يجوز أن نطلق نعت الكفر بالجملة، وإذا أردنا أن نكفر فينبغي أن نلحق الكفر بكل فرد على حدة بعد أن نتبين وجود موجبات الكفر البواح الذي لا يحتمل ولا واحد من الألف تأويلا أو نحو ذلك. فلا يجوز أن نقول والله أهل القرية الفلانية كفار، الفئات الفلانية كفار. اليوم خلينا نحكي بصراحة، العلويين هذول كفار، المدري مين هذول كفار. هذا شيء يتعارض مع دين الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لنا أن نسلك هذا المسلك. طيب ليش؟ شو السبب؟ لا فيهم ولا بسواهم يعني، طبعا لا من أهل بلدة ما، منطقة ما، ولا حتى يعني أحيانا يطلق على بعض الشعوب بأنها هكذا يعني. ما بيجوز لا الكفر ولا الإسلام، يعني ما بيجوز يقولوا إنه هذول كلاتهم أولاد هذه الحرة كلهم مسلمون ونبني على ذلك حكما. ما بتعرف، هذا ما بتعرفون واحد 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 ما بتعرف. كذلك الحكم بالكفر من باب أولى لا يجوز، لأنه الخوف من لعنة الكفر أشد. واضح كيف؟ يعني أنا ذكرت لك بيانا في هذا الصدد. ما أدراك أن أهل هذه المنطقة كلها هل عجمتهم واحد واحد واحد؟ هذا لا يجوز، لا يكون. أخي الكريم، أنا دعني أقول لك يعني أضع نقاط على الحروف في هذه المسألة. في آخر السبعينات وأوائل الثمانينات كانت هنالك مشكلة بين الدولة والإخوان المسلمين، لعلك تذكر ذلك. يعني قريبة من هذا الوضع. فدعي ثلة من العلماء، علماء دمشق، إلى الرئيس حافظ أسد آنذاك، وأنا كنت واحد منهم، وكانت صلتي بالرئيس شكلية وقليلة، لكن كنت أنا مسؤولا عن كلية الشريعة. جاءت مناسبة عن الحديث عن العلويين وما إلى ذلك. قال لي هل يوجد عندكم في كلية الشريعة هذول اللي بيسمون العلويين؟ قلت له لا والله سيادة الرئيس. قال طيب شو رأيك إذا في كل سنة أخذنا نقاية من حملة البكالوريا الأذكياء، شيء 40-50 واحد، نرسلهم لعند منكم يتعلموا الإسلام، لأنه مشكلتنا بالجبل الجهل وليس شيئا آخر. إذا نشأ هذا الشاب في جو ملحد بصير ملحد، وإذا نشأ في جو إسلاميا إيماني بصير مسلم. يعني لم يتح لهم ردحا طويلا من الزمن. أيوة. فرص التعلم وفرص التحاك حتى وفرص قلت له والله سيادة الرئيس نحن واجبنا نروح لعندهم، فأنتم إذا بعتوهم لنا كتر خيركم. محل شاهد بهون. في السنة التي بعدها فعلا أرسلت إلينا بعثة اسمها بعثة القصر، حوالي 40 و50 طالب وطالبة. في يوم من الأيام انتهت محاضرتي، خرجت من المحاضرة، تبعتني فتاة قالت لي أنا أريد أن أسألك سؤال. نظرت وإذا البكاء واضح على عينها. قالت لي أستاذ نحن هلا مالنا مسلمين؟ تبين أنها هي من البعثة. قلت له ليش السؤال هذا عم تسألي؟ قال والله هيك قالوا لي، قال نحن مالنا مسلمين، وعم تبكي. قلت لك أنت ما بتقولي أشهد أن لا إله إلا الله؟ قالت لي بلى وبصلي. قلت لك أنت أحسن مني. قلت لها يا فلاني أنت أحسن مني، ادعي لي ادعي لي والله سبحانه وتعالى يثبتك. تأمل. بارك الله بكم فضيلة تأمل في هذا الذي يعني نحن مقصرون، وفوق تقصيرنا نلقي على الآخرين اتهامات الكفر. وأنا طيب يا أخي أنت شفت فلان، قعدت مع فلان، شفت فلان؟ إيه نعم، كنت أدرس في، يعني إن كنت حريصا على الإسلام فبلغه برفق. كنت أدرس في كلية الآداب جامعة اللاذقية في السبعينات، كل يوم سبت أذهب وأعود الأحد.
لما كنا نسهر يوم السبت مساء عند بعض الإخوة، تبين قسم منهم كانوا من الإخوان المسلمين. عندما تأتي سيرة الجبل ينعتونهم بأسوأ الصفات. قلت لهم مرة يا أخوانا، هل ذهبتم إلى الجبل؟ أنتم دعاة، أنتم بتعملوا حالكم دعاة، يعني بتعرفوا ناس في الإسلام. رحتوا على الجبل عرفتوا حدا منهم؟ لا، هذول ما خرج، مو خرج. شلون يعني مو خرج؟ النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يصنع؟ اعملوا مثله إذا كنتم. أما بنقعد هيك نسند ظهورنا للجدران وبنسهر وبناكل أكل أشكال وألوان وبنحكي عن الناس، هذا ليس من الدين في شيء. محل الشاهد هون. في جمعة من الجمعات أنا جاي داخل الفندق تبعي، وإذا بشاب واقف عم يستناني. طلعت والله الوجه بعرفه، تبين أنه تلميذ من تلامذتي في كلية الحقوق عندما كنت أدرس الحقوق في دمشق، متخرج وهو محامي. قال لي أنا صار لي 3/4 ساعة عم بستنى، بلغني أنك تأتي إلى هذا الفندق كل يوم سبت وأنا تلميذك. أنا أرجوك أن تزورني في يعني وقت من الأوقات. وزوجتي أصرت وأنا وصلت له على عيني، بس مو الأسبوع اللي بعده. في تلك الليلة سهرنا عند الجماعة وذكرت هذا الكلام، اوعك هدول كذا هدول كذا هدول كذا. ذهبت في الأسبوع اللي بعده قلت له لا. إجا مثل العادة انتظرني الساعة 1 ظهرا أمام باب الفندق. قلت له الساعة 7 مساء تنتهي محاضرتي، بتجي ونروح سوا لبيتكم وننطر نص ساعة. أخي الكريم، جاءني هذا الإنسان وزرته في بيته. إذا قلت لك إن بيته تحول إلى عرس أنا لست مبالغا. استقبلتني زوجته متحجبة ملتزمة، أولاده أكبرهم عمره 7 سنوات، الكل في فرحة غامرة وعجيبة. أي نعم. وجلس الأب وجلست الأم يقولون هذا عمره كذا وهذا عمره كذا. اللي عمره 7 سنين حافظ جزء عامة كله، كل جزء عامة، مو سورة عامة، جزء عامة. هاي مكتبتي من جملة الكتب في ظلال القرآن لسيد قطب. الله، دين، أخلاق. ذهبت من هناك إلى سهرة هؤلاء الإخوة. الله عز وجل ألهمني أنه افتح لهم باجوق. قلت لهم يا جماعة استحوا من الله، خافوا من رب العالمين. مين منكم عنده ابن أو بنت عمره 7 سنين حافظ جزء عامة كلياته؟ قولوا لي لشوف. هذه حقيقة يا سيدي. والباري سيحاسبنا. امرأة عجوز هناك أيضا في طريقي. على العموم أيضا لا نستطيع أن نأخذهم بالجملة فضيلة الشيخ، يعني تجد المتشدد أحيانا وتجد الأكثر يعني تعقلا، وتجد